هو في تحليل دم ممكن اعمله وانا لسه في الاسبوع العاشر من الحمل يقول لي يا ترى انا حامل في ولد ولا في بنت؟ ايوه، في تحليل انتشر عليه الكلام الفتره اللي فاتت اسمه NIPT، اللي هو نون انفيزيف برينيتال تيستنج. التحليل ده في الاساس العلماء عملوه علشان خاطر نستبعد الخلل الجيني او الكروموزومي اللي موجود في الجنين بتاعك، زي متلازمه داون او الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون مرتبطه بجنس الجنين. عشان كده دقته في تحديد جنس البيبي عاليه جدا، وبعينه دم بس بتتاخد وتتحلل في المعمل خلال اسبوعين بتظهر النتيجة وتبقى عارفة انت حامل في ولد ولا في بنت. طب هل الامر يستاهل ان احنا نكلف نفسنا الماديات الكتير دي عشان نعرف ولد ولا بنت 4 أو 5 أسابيع بدري؟ الصراحة أنا مش شايفة إنه ليه قيمة خالص إن إحنا نعمله بس لمجرد إننا نحدد أو نعرف جنس البيبي بتاعنا بدري شوية. لكن مهمة لو أنت عندك تاريخ مرضي في العيلة لأمراض وراثية، أو عندك بيبي قبل كده كان عنده مشكلة زي متلازمة داون أو متلازمة باتو، فأكيد هيكون مفيد جدا ليكي إنك تطمني على البيبي بتاعك إن مفيش فيه باحتمالية كبيرة أي مشكلة إن شاء الله. غير كده أنا شايفة إن الموضوع اكستريم شوية إن احنا نستخدمه في مجرد بس اننا نعرف احنا حامل في ولد ولا في بنت.